نفسكم تعملوا مافن وفي نفس الوقت يمشي معاكم كب كيك بمقادير بسيطة جدا، يعني في نفس الوقت يكون اقتصادي؟ يبقى الفيديو ده ليكي، وكمان سهل جدا للمبتدئين. يلا نشوف الطريقة ومقاديرنا اللي في منتهى البساطة، وانتي داخلة معايا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشتركة. اول حاجة معانا كوباية ونص من الدقيق، وبنعديهم على منخل او مصفى بالشكل ده. هقول لكم المقادير وكمان هنزلها لكم على الشاشة بعد ما اقولها. نزلت عليهم بربع كوباية من الكاكاو الخام، وبرضو عديته على منخل. دي ما كانتش ربع كوباية، بس انا لسه هزود كمان، فعلشان انا بقول لكم المجمل دلوقتي ان هو ربع كوباية. كمان نزلت عليهم على منخل بمعلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. ونقلب بقى المواد الجافة دي كده مع بعض، وبعدين نشوف المواد السائلة بتاعتنا. في الخلاط هنضيف بيضتين، عليهم ربع كوباية زيت نباتي، وكمان هننزل بنص كوباية من السكر، ومعلقة كبيرة من السمن، وكمان هننزل بنص كوباية من الحليب او اللبن، وباكت من الفانيليا، ومعلقة خل صغيرة، وهناخدهم نضربهم على طول في الخلاط. هنا كنت نسيت احط الملح، هنحط رشة ملح وضروري برضو نعديها على منخل ونكمل ضرب فيه. يا دوب بس كل المكونات بتاعتنا السائلة تمتزج مع بعضها وخلاص كده. نيجي بقى للمواد الجافة، بس الاول شلت منها شوية علشان خاطر ما ننزلش كله على بعض ويبقى صعب في التقليب ونقعد كتير نقلب عشان مش مستحب. وبعدين نزلت كده واحدة واحدة بالخليط بتاعنا، وننزل بالجاف برضو واحدة واحدة ونقلب لحد ما يختفي، وعلى اتجاه واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والخطوة دي لو عايزة تعمليها اعمليها، هي بتعزز الطعم جدا وبتظهر لي طعم الشوكولاتة. حطيت معلقة صغيرة من النسكافيه او قهوة سريعة الذوبان في حليب او لبن، ودوبتهم كده ونزلت عليهم بالخليط بتاعي. طبعا ممكن نحط النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان في المواد السائلة في الخلاط، مش هيجرى حاجة، بس انا كنت نسيت فعملت الخطوة دي. وبعدين نزلت كمان بمعلقة كاكاو كبيرة، زي ما قلتلكم ان المجمل كله بتاع الكاكاو بتاعي ربع كوباية. كمان كنت حاطة مع الدقيق معلقة نشا كبيرة ممسوحة، وعديتها برضو على منخل مع الدقيق، وانا سايبالكم المقادير تقدروا تاخدوها سكرين. نركز بقى في الخطوة دي كويس ونشوف انا بعمل ايه. انا بنزل شوية من الخليط بتاعي، ومعايا معلقتين جنبي، وجنبي شوكولاتة برضو مقطعها، قالب شوكولاتة خام عادي خالص. باخد معلقة من الشوكولاتة، بحط الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ركزوا. وبعدين هبتدي المعلقة اللي في ايدي دي فيها شوكولاتة نزلتها، وبكمل بقى بقية الخليط بتاعي على الشوكولاتة اللي انا نزلتها، ودي معلقة تانية بشيل باقي الخليط بتاعي بيه. طبعا ممكن تحطوا الشوكولاتة بتاعتكم على الخليط بتاعكم وتدلقوا مرة واحدة، بس انا كده بتحكم في الشوكولاتة بتاعتي والكمية اللي انا عايزة احطها عشان كلها تبقى متشابهة. وفي شوية حطيت لهم برضو شوكولاتة من على الوش زي ما شايفين كده. وبعدين بندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 رف اوسط. خدوا معايا 30 دقيقة، ممكن ياخدوا معاكي دقايق اقل، ممكن ياخدوا معاكي دقايق اكتر حسب الفرن بتاعي. هنا بقى وهم سخنين ولسه مطلعاهم حالا، حطيت لهم من على الوش كده شوكولاتة. الشوكولاتة دي محشية كراميل، حتى تحسوا ان الكراميل كده طالع على الوش زي ما شايفين، وده برضو عزز لي الطعم وخلاها برضو في حتة تانية. ودي بقى اللحظة اللي بتنسي فيها نفسك وبتنسي فيها العالم، ولازم كده تقعدي مع نفسك شوية، علشان لو ما عملتيش ده لنفسك محدش هيعملهولك. يلا بينا نشوف بقى طراوة المافن بتاعنا او الكب كيك. حلو جدا، هينجح معاكي من اول مرة. تتبعي المقادير والخطوات اللي انا عملتها عشان يطلع معاكي ناجح 100%. اتمنى اكون قدرت افيدكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.